لازلنا على تتبع قضية هيام في الجلسة اليوم. مشاهدينا الكرام، غادي نبدا من الأخير. السيد الرئيس خذا القرار الملف اليوم الاثنين المقبل النطق بالحكم في هيام والزوج ديالها. مشاهدينا الكرام، اعتقد الفيديو السابق تناولت فيه السيد الرئيس استمع لهيام، استمع للزوج ديالها، فتح باب المرافعات بالنسبه للمطالبين بالحق المدني، يعني الجمعيه والمنظمه الدفاع ديالهم، ثم المرافعه ديال النيابه العامه اللي كانت مختصره ولا ابعاد. كانت في الخلاصه هو السيد وكيل الملك يتقدم بطلب اغلاق هذه القناه بزاف الاعتبارات. مشاهدينا الكرام، فيما بعد دفاع هيام والزوج ديالها، مجمل ما جاءوا به امام السيد الرئيس هو الجمعيه، كيناقشوا الجمعيه على الصفه، واش قدمت المساعده قبل الهيام، مجموعه من الاسئله كتناقش حول الجمعيه. من طبيعي جدا انه يتنور الراي العام اكثر في الموضوع دفاع هيام والساده، اللي يتنور الراي العام اكثر في الموضوع كانت كتنوب في الجمعيه في السابق. هناك مجموعه من الملفات اللي تناولتهم مع الجمعيه، اعتقد هناك ملف فاس وتوفقت فيه المحاميه والجمعيه فيما هو اجتماعي وما هو انساني، ولكن اليوم تتكلم عن الجمعيه بصوره اخرى. هذا سؤال فقط. مشاهدينا الكرام، السيد الرئيس في الاخير اعطى التعقيب للسيد ممثل الحق العام السيد وكيل الملك. السيد وكيل الملك بنفس الطريقه وباسلوب اخر، الجواب ديالو حول هذه المرافعه، النقط اللي كيشوف بغى يجاوب عليها في دفاع هيام والزوج ديالها. نفس اللي قلت في السابق، انه الدفاع يتكلم عن الجمعيه والطريقه اللي كانت فيها الاجراءات في الاول، ولكن ما ناقشوش فصول المتابعه، ما ناقشوش جوهر الموضوع اللي هو الفيديوهات ومجموعه من الامور التي تسيء للمجتمع بقوه. هذه من النقط اللي دوا عليهم السيد وكيل الملك، ويرجع للقاعده ما يسمى بسلطه الملائمه عند النيابه العامه. مجرد ان تتلقى شكايه ولو من مجهول لها الحق في البحث انطلاقا من الماده 18 ديال الضابطه القضائيه اللي لها الحق في البحث والتحري وجمع المعلومات وتفيد النيابه العامه بالناتج في الاخير، ويبقى الحق للسيد ممثل الحق العام ان يتابع او يعتقل او هذه حقوق اللي هي وضع المشرع للممثل الحق العام. يعني ملخص القول، السيد الرئيس اجل الملف اليوم الاثنين المقبل النطق بالحكم في هيام والزوج ديالها. والنقط اللي شاروا لها الدفاع تكلمت عليها، حول ركزوا بزاف على الجمعيه، ولكن السيد ممثل الحق العام له حق في التعقيب. عطى السيد الرئيس الكلمه، ناقش حول النقط اللي درجوا دفاع هيام، وهنا عطى سؤال: لماذا لم يتم مناقشه الجوهر؟ سك الاتهام، النقط اللي في المتابعه، المحاضر، الفيديوهات، كل ما هو يسيء وشي حاجه اللي ما كيتقبلهاش المجتمع. مشاهدينا الكرام، هذا هو الملخص في الجلسه اليوم. مره اخرى للتذكير فقط، السيد الرئيس عطى الكلمه الاخيره هيام تستعطف السيد الرئيس وتستعطف ممثل الحق العام من اجل ذاك الرضيع، والنيابه العامه جاوبها بواحد سعه الصدر انه سوف يعطي قيمه للكلام ديالها، ويبقى الحق النيابه العامه والقضاء وصاحب القرار في الاخير. ثم من بعد الكلمه اللي عطى السيد الرئيس للمتهمه اللي هي هيام والزوج ديالها، صدر قرار انه الحكم او النطق بالحكم يوم الاثنين المقبل 30 في الشهر. مشاهدينا الكرام، هذا ما جاء في جلسه اليوم اللي انطلقت حوالي الثالثه الى حدود الساعه يوم الاثنين. القضاء وصاحب القرار، من هو الجاني ومن هو الضحيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.